لو شفت افلام ومفهمتهاش خالص او دماغك وجعتك وانت بتتفرج عليها، فانت مش لوحدك. في افلام كتير ناس بتتفرج عليها ومش بتفهم المعنى. فانا النهارده هشرح لك الفيلم واقول لك المعنى بتاعه. الفيلم بيبدأ باختصار ان مجموعة صحاب رايحين رحلة بحرية باليخت، وكل حاجة طبيعية جدا في الاول، ان السفينة شوية بعيدة وهم بيشاوروا له والدنيا ايزي عادي يعني. بس من هنا كل حاجة بتتقلب. بنكتشف ان السفينة دي غريبة جدا، مفيهاش اي طاقم، مفيهاش احساس ان فيها حاجة مش طبيعية. وبعد شوية بيظهر شخص لابس قناع ويبدأ يطاردهم واحد واحد وبيقتلهم بطريقة غريبة اصلا. والغريب ان جيس اللي هي البطلة بتحس انها شافت الاحداث دي قبل كده، وبتبدأ تلاحظ ان كل حاجة بتتكرر بنفس الشكل. جيس مش بتعيش احداث مرة واحدة، هي عايشة نفس الرحلة. لا، الرحلة بتتكرر للأبد. وكل مرة بتحاول تغير حاجة وبترجع لنفس البداية. والقصة أو المعنى من الفيلم أصلا إن هو بيتكلم عن العقاب والذنب. الفيلم بيرمز إن جيس عندها ذنب كبير في حياتها الحقيقية ده قبل الأحداث، وده بيخليها عايشة في جحيم متكرر، كأنها بتتعاقب وإنها تعيش نفس اليوم فبتتعاقب.